مساء الخير عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات من القلب من بودكاست التمريناتي. معاكم محمد شاهين، ويلا بينا ندخل في الموضوع الاستثنائي. كلامنا من القلب النهاردة يخص موضوع انتشر الكلام عنه الفترة اللي فاتت وعمل جدل كبير. قبل ما أبدأ الكلام في الموضوع هأكد إن أنا مش من أهل الفتوى، وإن اللي هقوله ده وجهة نظري من معرفتي الشخصية ببعض ضوابط الدين وحدوده، لا أكتر ولا أقل. يعني أنا قد أكون مخطئ أو قد أكون مصيب، بس دي وجهة نظر شخصية، لا هي فتوى ولا إقرار بصحة الكلام اللي أنا بقوله ده. تمام؟ تمام. الموضوع أثير يعني على كذا صفحة من صفحات السوشيال ميديا، على الفيسبوك وتويتر وكده، على صورة سؤال بيقول: هل يحق ليك إن أنت تشتغل شغلانة تانية مع شغلك الأساسي اللي أنت ماضي بيه عقد مع شركتك الأساسية؟ وكان البوست بيقول إنه ممكن يكون فيها حرمانية، لأن العقد اللي أنت ماضيه مع الشركة ده معناه إنك مكرس وقتك ومخصصه في أوقات العمل للشركة دي، فبالتالي لو عملت أي شغل تاني مع شركة تانية في نفس الوقت ده فممكن يكون فيها شبهة حرمانية. طيب، الكلام في ظاهره يبدو منطقي، أنا عارف، وعشان كده حصل الجدل إن الكلام يبدو منطقي. وبرضه عشان كده هبدأ كلامي إني أقول إن مفيش حد في مصر مش بيدور على شغل تاني، وساعات شغل تالت كمان، عشان المركب تمشي. طبعا مع الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بنمر بيها وكده، الشغل التاني يعتبر ضرورة مش رفاهية أو أوبشن. محدش هيبقى عايز يزود ساعات شغله أو يبذل مجهود زيادة برضاه يعني، لو شغله الأولاني كان مكفيه. أكيد مش هيحصل يعني. بس بما إنك هتتعب في شغل تاني جنب شغلك الأولاني، فأكيد أنت عايز ربنا يبارك لك في شغلك ودخلك اللي داخل لك منه ده، عشان ما ندخلش مليم حرام على نفسنا أو أهل بيوتنا. صح كده؟ تمام الكلام؟ نبدأ بقى كلامنا نفسه بعد المقدمة الطويلة دي. أولا، أنا ما شفتش عقد عمل في شركة في مصر أو بره مصر في بند بيقول إن الشركة بتشتري وقتي، أو إن وقت الشغل أنا مقطوع للشركة، حتى لو طبيعة الشغل تحتم ده. بس هو ما فيش بند في العقد بيقول كده. يعني بمجرد ما أنا مضيت العقد مع الشركة مش معنى كده إن أنا بقيت بتاع الشركة. فاهمين قصدي؟ خصوصا زي ما قلنا إن في مهن كتير بتبقى مبنية مثلا على تحقيق تارجت معين، سواء في مبيعات أو تسويق أو غيره. فلو انا جبت التارجت الشهري بتاعي اول يومين ثلاثه في الشغل، فمنطقيا لو انا جامد تنين يعني في الشغل، فلو انا جبت التارجت زي ما قلنا اول يومين ثلاثه في الشهر، فمنطقيا وقانونيا وكل حاجه انا ممكن انام باقي الشهر انام في البيت. صح كده؟ ما انا جبت اللي مطلوب مني في شهر، جبته في 3 ايام، انا جامد. زعلان ليه؟ مالكش حاجه عندي بقى بقيت الشهر. فاهم الفكره؟ فجت منين بقى فكره ان العقد اللي بيني وبين الشركه معناه اني مقطوع للشغل ده؟ انا مش فاهم بصراحه، يعني الحته دي انا مش فاهمها. في اللي كتب البوست ده انا مش فاهم وجهه نظره ايه. بس برضو طالما هنتكلم بالمنطق، تعالوا نكمل كلام بالمنطق. اكيد زي ما في شغلانات مش محتاجه ان انا ابقى مقطوع للشركه او المكان، اكيد في شغلانات تانية لازم تكون موجود في مكان شغلك لوقت معين تخلص فيه شغلك. انت لو دكتور او ممرضه عندك شيفت بعدد ساعات معين في المستشفى، ازاي هتشتغل في مستشفى تانية في نفس الوقت؟ هتستنسخ نفسك. فاهم حاجه؟ فانت لازم تكون موجود اهو. الحكاية كلها مرتبطة بالشغل وطبيعته أكتر ما هي مرتبطة بعقد بينك وبين شركة أو مكان عمل أو كده، ولا إيه؟ طيب، ده هياخدنا للنقطة التانية، وهي مكان الشغل. هو حضرتك بتشتغل في مقر شركة وليك بصمة وحضور وانصراف زي أماكن حكومية، أو أنت شغال محاسب، أو الأماكن اللي هي زي ما قلنا بتستتبع إن أنت تكون موجود في مكان العمل. تمام؟ لو كده يبقى معناه إن الشركة عايزاك في المقر بتاعها من الساعة كذا للساعة كذا، تخلص الحاجات اللي في ايدك وتروح. ساعتها بقى تشوف اللي وراك يا باشا، محدش له عندك حاجه. لو شغلك التاني في غير اوقات شغلك الاساسي وانت عندك حضور وانصراف وبصمه وما الى ذلك، دوس. لانك لو ما عملتش كده هيبقى في تحايل بقى. يعني انت خليت في زي ما بنقول اوفرلاب، او في تداخل بين وقت شغلك الاولاني ووقت شغلك التاني، اكيد هتخليك في وقت من الاوقات تزوغ،
او حد تاني يمضي لك، او حد يقول ان انت جيت وانت ما جيتش، يعني في حاجه غلط في الموضوع. فبالتالي انت بتعمل حاجه غلط او حرام عشان تعرف تعمل شغلك التاني. يبقى شغلك التاني دوت فلوسه حرام قطعا وقولا واحدا، لان في تحايل اصلا من ناحيتك تجاه شغلك الاولاني. فاهم حاجه؟ طب انت شغال حاجه تانية، طب انت شغال في مقر شركه وبتروح تقدم تقارير مبيعات ولا تسويق ولا ايا كان كل فتره، بس شغلك زي ما قلنا من شويه مش مرتبط بحضور وانصراف بقى، مرتبط بتارجت، وانت شاطر وبتعرف توازن شغلك، وبتيجي قبل اخر الشهر تجيب تارجت اللي مطلوب منك، او بطريقه محترمه، بطريقه شرعيه، من غير حرق اسعار ولا اي حاجه من الحاجات اللي بتحصل دي، وفي نفس الوقت ماشي في شغلك الجانبي من غير مشاكل ومظبط وقتك بين ده وده، ساعتها انا مش شايف فيها اي غلط، لانك مش مقصر لا في شغلك الاساسي ولا شغلك التاني. معايا لحد دلوقتي؟ تمام. طب انت مش شغال لا في شركه من ام حضور وانصراف ولا في شركه من ام تارجت، انت شغال من البيت. الوضع يبقى ايه بقى؟ هنا بقى الدنيا تتقسم نصين. النص الاول ان يكون شغلك من البيت برضه مرتبط بشفت ومواعيد، ووجودك ضروري في المواعيد المحدده دي، زي الناس اللي شغاله في كول سنتر بمواعيد محدده، وشركتك متوقعه انك موجود في التوقيت ده، بترد بقى على مكالمات، ايميلات، بتعمل شات مع العملاء، ايا كان طريقه الكول سنتر بتاعك ماشيه ازاي. فده محتاج تركيز، وانك تكرس وقتك ومجهودك للوظيفه دي. فصعب ساعتها تعمل معاها شغلانه تانية في نفس الوقت بنفس التركيز في الاتنين. تمام. بس طبعا تاني، زي اخوك ابو بصمه، انت ممكن تشتغل شغلانه تانية قبل او بعد شغلك اللي انت شغاله في البيت ده براحتك. انت كده كده بتوفر وقت مواصلات ووقت رايح جاي واكل بره ومش عارف ايه، فانت ممكن تشتغل شغلانه قبل او بعد شغلك التاني في البيت، مفيش مشكله. بس طبعا ما تجيش على شغلك الاولاني باي شكل من الاشكال، عشان زي ما قلنا ده هيكون فيه يعني شبهه تحايل كده، ومش هيبقى صح ولا حلال من اولها. تمام. ده النص الاول. طب النص التاني بقى في موضوع الشغل من البيت، ان شغلك مش مرتبط بمواعيد معينه اصلا، مرتبط بتاسكات او مهام معينه حضرتك بتعملها في حد اقصى معين، اللي هو الديدلاين عشان اخواتنا الاجانب. تمام. فكده موضوع الشغل التاني مفتوح لك، بس بشرط انك تلتزم في الشغلانتين بتوعك دول، بحيث مواعيد تسليم التاسكات بتاعتهم والديدلاينز بتاعتها ما تعديهاش والكلام ده كله. فانت لو شاطر وعندك مهارات تنظيم وقت وتايم مانجمنت محترم، ومش بتأثر في اي واحده من الشغلانتين، دوس يا معلم، ربنا يبارك لك ويديك الصحه ويقويك على اسقاط الشغلانتين يعني. كده اظن احنا غطينا كل الاحتمالات بتاعه الشغل الاولاني والتاني، بس فاضل حاجه صغيره عشان بس نبقى مغطيين كل الاحتمالات، وابقى رضيت ضميري في الكلام عن كل الاوبشنز، يعني كل الاحتمالات. كل اللي انا قلته دوت هيقف عند حته واحده بس، ايا كانت السيناريوهات اللي قلناها قبل كده دي، كل دول ما لهمش اي لازمه في حاله واحده، ان اصلا شغلك التاني يكون فيه تضارب او تعارض مصالح مع الشغل الاولاني. يعني كمثال، لو حضرتك مصمم جرافيك مثلا في شركه، ما ينفعش تشتغل في شركه تانية مصمم جرافيك برضو وتاخد عملاء من هنا لهناك، او تاخد تصميمات من هنا تكررها لعملاء تانية هناك. فاهم قصدي؟ في الحاله دي طبعا الشغلانه التانية غلط، من البيت بقى، من الغيط، ابو بصمه، ابو ترجع، مش فارقه، كله غلط. تمام. من الاخر محدش هينكر حاجتنا للشغل التاني، بس يغور بفلوسه لو حرام، لو في تحايل او تقصير او شبهه اي حاجه غلط او حرام في سكته يغور. فاهم حاجه؟ في الاول وفي الاخر محدش مش عارف هو بيعمل ايه، كله عارف هو بيعمل ايه. لو انت عارف انك بتعمل حاجه غلط، قلبك هيقول لك، والله هتحس كان في حاجه مش مظبوطه. استفتي قلبك ساعتها واهرب. فلوسك الاقل وهي حلال احسن بكتير من فلوس اكتر وملطوطه بالحرام. من الاخر كده، على راي المعلم زينهم، احنا متشعبطين في رضا ربنا، ورضا ربنا وبركته هي اللي مخليه المركب يمشي. ما تخرمش المركب انت بقى بغضب ربنا عليك. اظن واضح الكلام. تمام كده. دي وجهة نظري، والله اعلى واعلم. حلقتنا خلاص النهارده، اتمنى يعني تكون حلقه خفيفه كده في النص بين الحلقات اللي بنتكلم فيها، واشوفكم الحلقه الجايه باذن الله في ميعادها الخميس اللي جاي،
وسلام.